بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا وسهلا. اسمي عبد الله بارك الكوري، أنا من كوريا الجنوبية. وهي هالة الجزائرية زوجة عبد الله بارك الكوري. أهلا وسهلا. كيف حالكم؟ زمان عنكم والله، يعني زمان ما نزلت فيديو، وكثير الناس يعني يسألونني عن أخباري، وبعض الناس يقلقون عني كثيرا. أنت رحت إلى الجزائر وما في أخبار، ماذا حدث؟ ونسبة يعني متابعين ولكم إن شاء الله دائما سنتواصل جيدا من اليوم إن شاء الله. وهذا هو أول فيديو لكم بإذن الله. أكيد عندهم سؤال كثير، شوي إن شاء الله سأخبركم. أولا لدينا قناة خاصة بنا على يوتيوب لعائلة، إن شاء الله سأترك لكم عنوان اسم القناة والعنوان، إن شاء الله تابعوا واشتركوا في هذه القناة. إن شاء الله ستعرفون كل أسئلتكم وأخبارنا، كل شيء إن شاء الله ستعرفون بإذن الله. سأخبركم في هذا الفيديو شيء مختصر. أول شيء أنا جيت الآن، أنا في الجزائر والحمد لله تزوجنا عقد كرام مع الشيخ وولي الأمرها، والحمد لله مع العائلة فعلنا أيضا عرس وكل شيء الحمد لله انتهينا. بس سبحان الله ذهب الوقت بسرعة، يقولون تحشيرة يعني أصعب يعني هنا، لكن الحمد لله ما في مشكلة. فالمهم يعني تقريبا نحن أنت تحشيرة في الجزائر حتى تطمئن عائلتها، وهي أيضا يعني شوي ترتاح. فممكن أزور أقرب دولة. أريد أن أقدم لكم شيئا ولو بسيط إن شاء الله. ممكن أنا أفتح مدرسة صغيرة، يعني أعطيكم درس صغير عن تعليم اللغة الكورية إن شاء الله، وطبعا شيء مجانا يعني وإن شاء الله يعني سأحاول أن أساعدكم قدر ما استطعت. فهذه هي أول خطة. ثم بعد ذلك أنا لسه يعني لدي الحلم ولدي هدف، وهو طبعا كنت دائما أريد أن أدرس إسلام جيدا وعميقا. حاولت أن التحق الجامعة في السعودية، الحمد لله يعني تواصلت مع شيوخ كتير وقالوا لي هذه السنة يعني تغير كل شيء، يعني قالوا يعني تغير النظام. كان يوجد أيضا شروط في العمر، ولكن بعض الشيوخ يكتب رسالة لي مثلا توصية يعني هذا رجل يعني مسلم من كوريا الجنوبية يرغب دراسة، يريد يقوم بالدعوة وهدفه ينشر الإسلام، فممكن يقبل بالاستثناء يعني. ولكن قال هذه السنة يعني تغير كل شيء نظام نهائيا، فتسير ما يقبل بطريقة الرجال يعني طريقة الشيوخ أو توصية، ما يقبل أصلا نهائيا. فقط نقدم عبر النت، ثم فوق عمر الشروط خلص على طول ما يقبل أصلا. فالمهم الحمد لله أنا لم أستسلم. زوجتي إن شاء الله هي جزاك الله خير، إن شاء الله أنت تساعدني بإذن الله في الدراسة، أدرس الإسلام ولو في البيت وأنت تساعدني. وكل ما أنا تعلمت منها ومنكم إن شاء الله سأنشر الإسلام في كوريا، وأترجم كتب وأساعد الكوريين حتى يدخلون الإسلام بإذن الله. الدعوة في كوريا قليل جدا، لا يوجد حتى إمام كوري إلا واحد. أصلا ما في طلاب العلم. قبل هذا ما في حتى مسلم كوري يصلي في المسجد، ولا أصلا ما يعلمهم، يعني ما في مدرسة إسلامية ولا واحد إلا للأطفال. فوضع صعب. فأنا أتمنى يعني أصلا أنا أخبرتها هدف هذا الزواج هو أول شيء رضا الله، يعني هدفنا هو أصلا عبادة لله. أدرس بجد إن شاء الله معها إن شاء الله. يعني كما أنا صورت فيديو من قبل، هناك أخطاء عديدة في ترجمة معاني القرآن باللغة الكورية، أريد أصحح. طبعا العبادة أهم شيء. الكوريين يدخل الإسلام مثلا من أجل زواج، بعدين ما يعرف عن الإسلام، ما يتعلم إلا يفكر أنه الإسلام هو دين ما يأكل خنزير، الإسلام دين ما يشرب خمر. نعم هذا أيضا صحيح، ولكن الأصل المهم هو العبادة. فلهذا أنا الحمد لله ترجمت كتاب حصن المسلم إلى اللغة الكورية. أريد أسجل فيديوهات للمحاضرة لهذا الكتاب، لأن الناس ما يقرؤون الكتاب كثيرا. أريد أسجل فيديوهات للشرح لهذا الكتاب باللغة الكورية. وطبعا كما قلت لكم تصحيح ترجمة القرآن إلى اللغة الكورية. وأهم شيء من العبادة هي الصلاة. فأريد أسجل فيديو
كيفية الصلاة باللغة الكورية لا يوجد حتى في النت ولا في اليوتيوب. سبحان الله ما أحد يشرح هذا، ما أحد يعمل هذا العمل. يعني أريد يعني تسجيل فيديو في جودة جيدة، لأن الصلاة جدا مهمة جدا. كيف ما نعلمهم؟ فإن شاء الله يعني في هذه السنة أنا عندي حلم، كان لدي هذا آخر فرصة. مشكلة لكن في نفس الوقت أنا أشتغل، إنه أنا والدتي هي تحتاج دعمي ومساعدتي ماديا. أنا أبحث إن شاء الله عمل في الخليج أو ممكن أي دول لمدة السنة، وإن شاء الله إذا أحد يقدر هذا العمل ممكن يرسل لي رسالة عبر الواتساب إن شاء الله. كما أخبرتكم لدينا قناة جديدة، قناة للعائلة، سأكتب لكم عنوان واسم القناة. تعالوا إلى هذه القناة وإن شاء الله أكيد عندكم أسئلة كثيرة وكيفية التواصل وكيف عرفتم مع بعض. عندما أنا كتبت عن زواج أكثر أشخاص يعني كانوا سعداء، كانوا سبحان الله يعني تونسيين، كأنني أنا تزوجت في تونس. طبعا في نفس الوقت أيضا يعني كثير مصريين انت شفتي في حسابي فيسبوك قالوا لي تعالي الى مصر، ليش ما تاتي؟ يوجد يعني الازهر الشريف تدرس هنا ونحن ندعمك نساعدك. ونسبة هذا الموضوع انا حاولت ان ادرس في الازهر طبعا وقدمت ولكن هم رفضوا. هذه قصة يعني معروفة، لانه حتى قناة الحكومة قناة تلفزيون هم فعلوا معي مقابلة يعني مباشرة يعني. فهذا يعني موضوع كبير. فالمهم يعني ما قبلت في الأزهر كمان نفس الموضوع يعني شروط في العمر. فخلاص يعني، ولكن أنا كنت حاولت كل شيء ما أستطيع، حتى حاولت يعني في نفس الوقت من أجل الاستقرار حاولت الزواج يعني سنوات مرة كثير، ولا حتى يعني الإنجاب أولاد. فحتى طبعا والدتي أيضا يعني زعلانة شوي، هي تريد يعني أولاد جدا جدا، فأصبح مشكلة. لكن المهم الحمد لله أنهيت جيدا بدون أي مشكلة يعني بالطريقة الشرعية وكل شيء الحمد لله تمام. ولكن يعني أقول للمصريين يعني أنا حقا أشكرهم وأشكرك يعني، لأنه هم كثير ناس أرسلوا لي رسالة ويقلقوا عني ويريدون دعم، وحقا فعلا يعني شعب مصري أصحاب قلوب طيبة جدا جدا. يعني أنت شفتي تعليقات كثير من مصر، أشكرهم كثيرا للمصريين. وأنا في نفس الوقت أنا آسف جدا، ولكن إن شاء الله يعني لن أستسلم أبدا، وأحاول. أتمنى الله يغفر لي ويسعدني حتى أمشي الطريق صحيح. أسأل الله أن يوفقنا جميعا ويغفرنا جميعا ويسعدنا. وخاصة دائما أنا أفكر أن أهل غزة يعني هناك جدا يعانون، والأطفال والنساء حتى ما عندهم الأكل. سمعت هذه أيام أخبار جدا أنا حزين، يا الله يسعدهم يا رب. ومرة أخرى أنا آسف جدا عدم تنزيل الفيديو، ولكن إن شاء الله خلال هذه السنة أنا سأجتهد جدا. يعني بالنسبة لي أيضا يعني آخر فرصة يعني لحلمي دراسة إسلامية والدعوة، نساعد مع بعض بإذن الله. أجر لكم أيضا، نحن إن شاء الله نشارك يعني نعمل بجد من أجل الله. كثير الناس يستخدمون الإنترنت أو يوتيوب أو تيك توك شيء مضحك، شيء مستمتع، زينة الدنيا وأشياء يعني حلوة وفتنة. ولكن أنا أتمنى نحن نستعمل أوقاتنا وحياتنا وحتى إنترنت وSNS ويوتيوب نعمل شيء لله، يعني نستخدم شيء لله. إن شاء الله الله يتقبل. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص ويتقبل منا جميعا يا رب العالمين. إن شاء الله سنتواصل زيادة إن شاء الله. حقا يعني جزاكم الله خيرا، الله يكرمكم. سأراكم قريبا بإذن الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.